السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وبأحوال جيدة. اليوم إن شاء الله غادا نتقاسم معكم أفكار هكا ديال الوصفات أو الوجبات ديال الأطفال للمدرسة، اللي هي أفكار اللي بسيطة جدا. دابا كما لاحظتوا في المكونات عندي فلفلة ومطيشة وبصلة، غادا نقطعهم قطع اللي تكون متوسطة الحجم أو صغيرة. وكنبغي نرحب بكم كاملين البنات والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة. كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. وهنا راه قطعت البصله والفلفله والمطيشه. غادا ندوز باش نحضر لي بات. يعني غادا نوضع دابا زيت الزيتون في المقله كما لاحظتوا، او الزيت العاديه اللي متوفر عندكم، وغادا نضيف البصله نشحرها مع الفلفلة والمطيشة. يعني البنات هاد لي باط هادي ما فيها لا لحم لا يعني لا سمك لا حتى شي حاجة، حتى التوابل راه قلالين، يعني دايرة غير الملحة والفلفل الابيض وبودرة الثوم. يعني ما كاينش العطرية، ما ديروش طماطم هكا الوليدات راه ما كيتحملوش العطرية، باش المعدة ديالهم تبقى مزيانة، لأنه كياكلوا معانا مرة داكشي. ولكن بحال هكا الوجبات اللي ترافقهم هكا أو كيديوها معاهم المدرسة، نحاولوا نقلوا من العطرية قدر الإمكان، لأنها مضرة بالصحة، ممزياناش لنا حتى حنا الكبار. غير الله يهدينا وصافي. يعني ما كاين شي وصفات ما يجيوش زوينين إلا ما كترتيش العطرية. مهم وضعت الماء على النار باش غادا نسلق فيه لي بات. أنا كناخد هاد النوع هذا اللي كيكون صغيور، من الأحسن تبقاو تاخدو بحال هاد النوع هذا، كيكون زوين وحتى الوليدات كيزعموا أنه ياكلوه. إلا كانت ديك لي بات الكبيرة بزاف ما كتجيهم شوية، يعني الحجم ديالها كبير وكتشبعهم، يعني كتكون فيها العجينة بزاف. هاد الصغيورة هادي كتكون مزيانة. وضفت شوية ديال الملحة وشوية ديال الزيت باش نسلق فيه هاد لي بات. هنا راها وجدات من بعد ما تشحرات ليا ديك البصلة مزيان والفلفلة والمطيشة، وضفت عليها شوية الملحة والفلفل الأبيض وبودرة الثوم. دبالت ديك المطيشة وداكشي عاد باش غسلت لي بات بالماء بارد وسقطرتها مزيان وضفت على هاد الخليط. كتجي البنات رائعة بزاف كاع، كتجي لذيذة، يعني بلا عطرية بلا اللحم بلا حتى شي حاجة. كتجي هكا حتى في شلاضة لينا حنا، يعني كنرافقوا بها الأطباق كتجي زوينة، يعني بلا صوص كتجي عجيبة في المذاق. جربوها البنات وردوا عليا الخبار. واللي ما ولادها مثلا ما كيبغوش فلفلة يمكن ليها تستغنى عليها، ما تضيفهاش، دير غير المطيشة. وإلا ما كانوش كيبغيوها المطيشة، يعني أنها تبان ليهم ويحيدوها، يمكن ليها تحكها. يمكن لكم تضيفوا أي خضرة نتوما بغيتو، تضيفوا جلبانة أي حاجة نتوما بغيتوها. المهم هاد الطريقة راه ساهلة ويمكن لكم تطبقوها على بزاف ديال الخضر بحال هاد الشكل هذا. وقطعت الخيار دوائر والمطيشة كما لاحظتوا في الفيديو الأول، ودزت خديت طاغتين هكا غادا نسرحو بالمدلك. أنا ما كناخدش الطاغتين الأبيض، كناخد غير هاد الكري هذا اللي كيكون بالسيريال. وأكيد كاين بزاف ديال الأطفال ما كيبغيوش، يعني اللي هي كتستعمل هكا يعني الطاغتين اللي كيكون عادي هكا أبيض، ديريه نفس الطريقة، تسرحوه هكا بالمدلك باش ملي تبغي تروليه كيسهل عليكم وكيجي الشكل ديالو زوين. دهنت طاغتينة وحدة بفيلادلفيا، والطاغتينة الأخرى غادا ندير ليها زبدة. يعني غادا نحاول ننوع شوية هكا وشوية هكا، وكنرولي الطاغتينة الأولى نفس الشي، كندهن الطاغتينة الأخرى حتى هي بالزبدة، وغندير ليها الكونفيتور ديال المشماش. والأولى درت ليها فيلادلفيا ودرت ليها الكونفيتور ديال الفريز. المهم هذيك كفكرة، كل واحد كاين اللي كيبغي الزبدة ولا العسل، يمكن لكم ديروا الزبدة، يمكن لكم ديروا الشوكولات، داكشي كيبقى اختياري. وغادا ندوز باش نوجد البواطة الأولى، تشوفوها معايا. يعني كنحاول ننوع، درت شوية ديال الخيار
مطيشة. الوليدات راه كيبغيو بحال هاد هكا الحويجات، الخيار ومطيشة هادشي كيعجبهم. واللي ما كيبغيش الخس يمكن ليه يستغنى عليه، وحنا كل وحدة فينا كتعرف وليداتها شنو كيبغيو. غير التزيين، الأطفال كيحبوا هكا الأكل أكتر. درت شوية ديال السوغيز، هادوك لي طاغتين لي صايبت الأولين، قطع ديال الليمون هكا قطعتو شرائح، ما ديروش على شكل يعني كبير، حاولوا تقطعوه هكا صغيور لأن الفم ديالهم باش ما يلتهبش ليهم من الجناب. قطعوه هكا قطع صغيرة ليمون. ودزت باش نحضر البواطة الثانية. خديت طاغتين، يمكن لكم دهنوه يمكن لكم ما دهنوش، انا درتو هكا غير حيت كاين اللي ما كيبغي حتى شي حاجة. درت غير الفرماج هكا قطع، درت 2 القطع ديال الفرماج. يمكن لكم تضيفوا الطماطم. درت غير الخس والفرماج. بنات انا كان هنا صايبت هادشي بالليل هكا باش نوريكم غير افكار، وغادا نقادهم هكا في البواطة، بواطة طاغتين. وغادا نضيف أكيد الفواكه وهادشي هكا ترافقو بيه. هاد الطاغتين هذا راه كتكون وجبة اللي متكاملة، لأن الوليدات كيجيو للدار وكياكلو عاود من جديد. ونفس الشي هكا درت 2 ديال البواطات لولادي. درت يوغور، درت هكا بواطة ديال الزبيب، اللي ما عندوش هكا يدير غير واحد الساشية ويخويها تما صغيورة. ودرت فرماجة مشماش وقطع ديال التفاح. المهم فواكه اللي متوفرة عندكم البنات، أكيد الكل كيكون عنده التفاح، بنان، ليمون، العنب، اللي كان. المهم دائما كنخدموا بالمتوفر، يعني هادشي اللي كنوريكم كأفكار. هذه البواطة الثانية أو الثالثة ما عقلتش. ودابا غادا ندوز باش ندير هكا الطريقة الثانية. هذيك لي طاغتين اللي صايبت قبيلة اللي درت فيهم كونفيتير والفيلادلفيا والزبدة، دزت قطعتهم قطع، والفرماج حتى هو نفس الشي. وخديت هادو البروشيت أو بحال الكيردون اللي عندكم، غير الكيردون راه كافيين بلا ما تحتاجو ديرو بروشيت هكا تيكون طويل. وكديروا قطعة ديال الخبيز، قطعة ديال الفرماج، هكا الوليد كتعطيه الشهية أنه ياكل داك الخبز، لأن أنا كنلقى صعوبة بزاف خصوصا مع ولدي، يعني في عمره 8 سنين ما كيبغيش ليا الخبز. يعني كنحاول ندير معاه حيل هكا باش ياكل ليا، لأن صعيب بزاف الحال وضعيف وما كيبغيش الخبز. يعني هادشي كيمرضني أنا صراحة، ما كنحير ما كنعرفش شنو ندير معاه. كياكل كلشي، الفواكه كلشي، ومثلا إلا كان الخبز كياكل غير داكشي اللي تيكون الوسط ديالو، والخبز ما كياكلوش. ومني وليت كنعرف كنقول ليها انت لما جبتيش ليا ولا ما قلتيش ليا راني نسولك هكا ما قلتيش ليا ماما راني كليت الخبز، غادي نقولوها ليا في ليكول، يمشي كيلوحو حاشاكم في لابوبيل الخبز. وكيجي هكا يقول لي ماما راني كليتو. ولكن اكتشفت بلي ما كياكلش الخبز لانني عارفاه ما كياكلش مني كان صغيور، هادشي في الماتيرنيل. اما دابا عاود باقي نفس الشي. ودرت قطع هكا ديال الاناناس، غير هما البواطات البنات اللي كيكونوا هكا فيهم بزاف ديال الفراغات كينفعوا. ما كتحيريش تكتريلو حتى هو، ما تشارجيش ليه الكارطابل ديالو بالبواطه تعمري عليه. يعني غير هكا خفافين وشويه شويه من الحاجه، لان الوليدات راه ما كيضلوش النهار كامل. يعني مع 3 ولا 4 راه كاع تيكونوا في الدار، يعني راه غادي يجيو غادي يلقاو الماكله في الدار. انا دائما كنحضر لهم الغداء معايا. تقريبا هما كياكلوا اكثر مني بالنهار، لانني انا كنفطر وبعض المرات ما كنتغداش حتى كنجيبهم وكنتغدى معاهم. وهي الوجبه ديالهم خاصها تكون يعني في الغداء خصهم يتغداو، لان وليدات وماشي بحالنا مازال الدماغ ديالهم كيتكون. يعني خصنا نحرصوا على التغذيه ديالهم، اكيد التغذيه اللي خصها تكون سليمه. ودزت خديت بواطات، عاود درتهم بالماء، وضفت
هاد المعكرونة، يعني حاولت نقسمها على بواطات بجوج. يعني هذه كوجبة يعني تبارك الله راها كتشبع. كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ما كاينش العطرية، ما كاينش التوابل. يعني حاولنا نبعدو كل ما هو، يعني حتى انا لي صوص راه ما كنديرهمش، لي مايونيز وكيتشوب وهادشي قليل ما كنديروش لهم، الا كندير لهم شي ساندويش هكا ديال الكفتة ولا هذا كنديرو. ودرت عطيتهم هكا عصير جي دورانج يعني ودزت باش نحضر ساندويش تاني. انا ولدي هذاك اللي قلت لكم ما كياكلش الخبز، كيعجبو السومو، كنديرلو هكا مع الخس، وكندهن فرماج فيلادلفيا هو الاول، وكندير الخس، وعاد كندير السومو. ودرت هكا شويه ديال لي فخوي، السوريز والفريز واللوز. كيعجبو اللوز بزاف. يعني اللوز ما نقولش لكم، هو اللي كنت قلت لكم في القضيه اللي تقديت. يعني اللوز ولدي كيحماق عليه، كيعجبو البيستاش. اللوز ما كياكلش غير الكركاع، الاخرين ما عندهمش مع مع اللوز بزاف. انا مني كنشوفو عزيز عليه كيعجبني الحال، لان يعوض به شويه، وكيعجبو هاد الفرماج هذا. يعني كل سيده فينا كتكون عارفه وليداتها اشنو كيبغيو. يعني دائما حاولوا تنوعوا ليهم، ديروا شويه ديال المكسرات، شويه ديال لي فخوي، سالاد، الخبز، المهم كل حاجه منها شويه. ومازال ان شاء الله افكار، ومازال بزاف ديال الحويجات ان شاء الله نتقاسمهم معكم في بدايه السنه المقبله الدراسيه، الى طول الله في العمر. وكنرافقوا هكا بعصير والماء اكيد. ودرت زدت شويه ديال لي فخوي والخيار ومطيشه، حتى هما كيعجبوه. المهم هو كيبغي الحوايج اللي مهمه، اما الخبز وهادشي ما كيعجبوش. وكنتمنى البنات ان الفيديو يكون عجبكم. والبنات اللي عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، باش ان شاء الله هكا نتقاسم معكم الوصفات ديالي وبزاف د الحويجات. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.